الفيديو ده لوصفة أنا هسميها وصفة الإنقاذ. إنقاذ في الوقت وإنقاذ كمان في أي بواقي فراخ أو لحوم موجودة عندنا، وممكن كمان بواقي سمك، عشان ما نرميش حاجة أو إن احنا ما نبقاش عارفين نعمل بيها ايه. فدي وصفة لإعادة التدوير للفراخ اللي موجودة عندنا. يلا نبدأ على طول. أول حاجة جبت كمية من الفراخ اللي كانت عندي. دي كانت فراخ صينية. وده طبعا صدور الفراخ. حطيت الخضار اللي عندي، انتوا كمان حطوا اي خضار عندكم اللي تحبوه. حطيت طماطم وبصل وفلفل اخضر، ويا ريت ما نستغناش عن الفلفل لانه بيديها طعم فريش حلو قوي. وحطيت خيار مخلل لو عندكم زيتون، يعني حطوا اي حاجه انتوا تحبوها. ومعلقتين مايونيز، رشه ملح وسنه توم، وما كترتش في التوابل علشان احافظ على الطعم الفريش بتاع الخلطه. ممكن طبعا بخليط الجبن هتبقى رائعة. هنبدأ بقى على طول نشكل الجلاش. هنحطها الكلام ده كله هنحطه في الجلاش، ولكن مش بالشكل المعتاد. هنجيب رقين من الجلاش، ويفضل 4 رقات عشان يبقى ماسك نفسه ما يبقاش طري، وهنقفل عليه بالشكل ده. وهنسويه على النار مش في الفرن. طبعا ممكن في الفرن عادي جدا، لكن لو الفرن مش متاح، لو انتوا عايزين تعملوا حاجة سريعة كده، فعلا ما بتاخدش وقت وبيبقى شكلها حلو قوي على السفرة، وكأننا يعني واقفين بقالنا 4 ساعات بنطبخ. دي كده ده الشكل تاني اهو. وبقول لكم تاني اعملوها 4 رقات مش رقين. بس كده كده الكمية كلها جهزت. هنسخن بقى طاسة كويس جدا على النار، وهندهنها بخليط من السمنة والزيت. وهنبدأ ان احنا نحمر هو مش تحمير طبعا غزير، يعني هو مجرد انه بياخد لون. هياخد لون من الجنبين وهيبقى كراسبي وهيبقى حلو جدا جدا. وبجد الوصفة دي سهلة وحلوة وتستاهل ان انتوا تجربوها. طبعا الطاسة لازم تكون سخنة، وخدوا بالكم ان في الكميات اللي بعد كده بتكون الطاسة سخنت قوي، فما تستنوش كتير، يعني حطوها في دقيقة وقلبوا علشان ما تتحرقش او تاخد لون غامق يبقى شكلها مش لطيف. هو اللون الذهبي ده الحلو. هنا هتاخد لون من الناحية التانية وهي كراسبي وحلوة قوي. وفكرة الطاسة الحقيقة أنا واخداها من واحدة صاحبتي، يعني أكيد هي بتشوف الفيديو دلوقتي فبقول لها شكرا. أنا غيرت شوية في الوصفة، بس فكرة إن أنا أعمل جلاش على الطاسة أنا اتعلمتها منها، فهي بجد فكرة لطيفة جدا. بس كده خلاص الوصفة خلصت. هنقدمها. هنقطعها ونقدمها وهتشوفوا شكلها من جوه بيبقى عامل ازاي. فعلا لطيفة جدا، وممكن تعملوا اي حشوة انتوا تحبوها، مش شرط ان يكون اعادة تدوير لاي حاجة موجودة عندنا. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم، وما تنسوش اللايك والشير، ويا ريت تنوروني وتشتركوا في قناة اليوتيوب. بألف هنا وشفا.